فيلم Girl From Nowhere. بتدور أحداث الفيلم مع واحدة اسمها نانو، اللي لما بتعرف إن حبيبها كان بيلعب بديله مع بنات تانية بتقرر إنها تعلم عليه وتديله درس ما ينساهوش. بتبدأ أحداث الفيلم في المدرسة اللي فيها البنت نانو، وبنشوف فيها طالبة جديدة وكانت حامل واسمها بيتش، وبتعدي في الملعب وكان في طلاب كتير حواليها، ومن ضمن الطلاب دول واحد اسمه ناناي وهو اللي خلاها تحمل، لكنه لما بيشوفها بيعمل عبيط. لكن لما نانو بتعدي من جنب ناناي وصاحبه جينج بيبصوا عليها، وكان باين ان كل واحد معجب بيها. وفي الفصل كانت نانو بتعرف نفسها قدام كل الطلاب، وكان ناناي وصاحبه متنحين عليها. ولما كانت الاستاذه بتدور على مكان في الفصل لنانو، ساعتها ناناي بيضرب صاحبه وبيوقعه من على الدكه عشان يعمل فيها انه لطيف وظريف ويقول لها ان في مكان جنبه. وبالرغم من ان الاستاذه ما خلتش نانو تقعد جنبه، الا انه بيكون مبسوط وبيقول لصاحبه السناره غمزت، لان نانو ضحكت على اللي هو عمله. وكان قاعد جنب نانو واحده اسمها لوكيمي، ولما بتاخد بالها ان ناناي مركز على نانو بتقول لها خلي بالك من الواد ده لانه مش سالك، وعمل علاقات كتير مع بنات في المدرسه وخلاهم يحملوا سابهم، والمسؤولين اللي في المدرسه كلهم عاملين من بنها، وده بسبب شهره ناناي. واصلا البنات دول اجهضوا الحمل، والمسؤولين مش عايزين شوشره عشان كده مريحين دماغهم. وهنا نانو بتقول لها مش مشكله عادي، يعني انا بقالي كتير ما حملتش. وفي وقت الاكل كانت لوكيمهي بتعزم نانو انها تاكل معاها، لكن نانو سابتها وراحت عشان تاكل مع ناناي. وبتحكي لوكيمهي لواحده صاحبتها اسمها بين عن نانو، وبيجي صاحبه يقعد ياكل معاهم، لكن ناناي بيقول له امشي من هنا انت شايفني فضيلك. وساعتها بيروح صاحبه يقعد مع لوكيمهي وبين بتقول ان ناناي ده جذاب، ولو نانو سلمت نفسها ليه وفضلت تاكل معاه كده وياكلها كل يوم هيقدر يوصل للي هو عايزه، ونانو هتبقى حامل منه. ساعتها جينج بيركب على الكلام وبيقول للبنات طيب هو ممكن الحوار ده ياخد وقت قد ايه؟ بس هنا لوكيمهي بتتضايق لحد ما شافوا نانو وناناي ماشيين بيضحكوا مع بعض، وكان جينج عايز يعمل رهان على الوقت اللي هياخده ناناي عشان يخلي نانو تسلم له نفسها. وهنا بين بتقول ان من الواضح ان الموضوع مش هياخد وقت طويل، وهو ده اللي خلى بين وجينج يفطسوا من الضحك. وفي الفصل كان كل الطلاب مركزين على نانو وناناي، وبعد ما بيمشوا بنشوف جينج عمال بيلم الرهانات من الطلاب. وفي اليوم التاني في حصه الالعاب بيقدر ناناي انه يتغلب على جينج في الجودو، وكانت كل البنات عماله بتسقف له، ولكنه بيروح لنانو اللي كانت بتحتفل بيه وبتخليه ياخد شفطه من الازازه اللي كانت معاه. وكان ناناي بيتصور بالكاس عشان صورته تتحط على المجله بتاعه المدرسه، وساعتها نانو بتقرب منه وبتديه واحده على الماشي، وبتتضايق المصوره منهم وبتحس انها كيس جوافه في النص. وفي اليوم الثالث كانوا هما الاثنين قاعدين بياكلوا مع بعض، بيروح جينج وبيلم الرهان من كل البنات اللي موجوده، ولما بيشوف بيتش بتاكل وهي قاعده لوحدها بيسيبها وبيمشي. وفي الحمام بتاع البنات بيتش بتقابل نانو وبتقول لها خلي بالك كله عمال بيتراهن على الوقت اللي ناناي هيعرف يجيبك فيه، ولكن نانو بتقول لها سيبك مني انا، عرفيني بس خدت وقت قد ايه لحد ما جابك انت. بيتش قالت لها انا كنت بنصحك بس عشان ما توصليش للي انا فيه. وقبل ما بيتش تخرج من الحمام نانو بتقول لها ما تفتكريش ان نصايحك دي هتخليكي واحده شريفه. وهنا بيتش ما كانتش لاقي حاجه تقولها وابتسمت وهزت راسها وخرجت من الحمام. وبعد كده بنشوف نانو مع ناناي في اوضه اللبس، بس ساعتها نانو بتساله بتقول له هو احنا نعرف بعض بقالنا قد ايه؟ وهما ما كملوش مع بعض 3 ايام اصلا. وبتقول له احنا لسه ما نعرفش بعض بقالنا كتير، بس عشان ناناي يقدر انه يسيطر على عقلها بيقول لها الحب مش بالوقت وعدد الايام، وبيقول لها انا حبيتك من اول يوم واوعدك اعمل اي حاجه عشانك. وكان عايز يقرب منها لكنها بتطلب منه يستنى دقيقه، وبعدها بتعد معاه من 10 ل 6 وبتسمح له انه يقرب منها. وهنا هما الاثنين بتحصل بينهم حاجه خفيفه كده على الماشي، وبعدها بيروح يحكي لصاحبه بيقول له وهو مبسوط. وهنا ناناي بيقول له انا حققت رقم قياسي جديد، قدرت اعمل علاقه مع بنت بعد 3 ايام و3 ساعات و33 دقيقه. وهنا بيروح جينج مع باقي اصحابه عشان يشوفوا مين كسب الرهان، وبعدها بتطلب لكومهي من جينج انه يبص في الرهانات ويقرا توقع كل واحد. كان عمال بيقرا الرهانات الخسرانه الاول، بس ساعتها نانو بتيجي وكانت كل متفاجئ، بس بيستغربوا انها عارفه وفاهمه اللي بيحصل وكانت مش متضايقه، وكانت عماله بتتكلم معاهم وبتقرا التوقعات كمان، حتى انها قالت ان توقع لكومهي مش صح بس كان قريب من الصح. وبعدها جينج بيشوف التوقع الصح وبيندهش لما بيعرف ان الوقت الصح ده كان توقع نانو نفسها، وعشان كده بنفهم ليه طلبت من ناناي يستنى الدقيقه دي. وبعدها بتاخد الفلوس وبتمشي لانها هي اللي كسبت الرهان. وبيجي ناناي وبيشوفها وهو متضايق لانه فهم انها ضحكت عليه ولبست له عمه وكسبت من ورا فلوس. وفي حصه الجودو كان باين على ناناي انه مش مركز خالص، وعشان كده صاحبه بيقدر انه يكسبه بسهوله كل جوله. وجينج كان بيقول له هو العلاقه اللي عملتها مع نانو هتخليك ضعيف كده؟ وكان ناناي متعصب ومتضايق ومش قادر يعمل حاجه. صاحبه قال له يعني انت كده هتستسلم؟ لكن ناناي بيقوم من تاني وبيخسر برضه. وبنشوف ناناي في الحمام وكان بيغسل وشه، وساعتها بتدخل نانو وبتقول له هو انت مجنون بحبي؟ بيهجم عليها وهو غضبان وبيعمل حاجه خفيفه على المشي برضه، ولكنه عشان كان موده وحش ما كانش عارف يعمل حاجه. وهنا نانو بتسخر منه وفي الاخر بتقول له عادي نبقى نكمل المره الجايه. وهنا ناناي كان متعصب قوي وبيخرج وهو محرج، وبره الحمام كان كل اصحابهم الطلاب بيتصنطوا عليهم. وبعدها نانو بتخرج من الحمام وبتطلب من ناناي انه ما يمشيش، وكان باين عليها انها متضايقه من اللي حصل، لكنه بيقول لها لازم ننفصل. وهنا كان كل الطلاب سامعينهم، ولما بيقول لها ننفصل كل الطلاب كانوا مندهشين وعمالين يهمهموا مع بعض.
بعض. وبالرغم من ان نانو كانت عماله بتتحايل عليه الا انه بيقول لها ان بصاتها ليه ما كانتش عاجباه. بتقول له انهي بصه دي؟ قال لها انت رفضتي انك تعملي معايا علاقه، وبعدين احنا كنا بنتسلى. وبيسيبها وبيمشي. لكن بعدها نانو بتفضل تضحك بطريقه هستيريه وبتقول له انا كنت بمثل عليك كل ده عشان احسسك انك راجل، ويمكن بعد اللي انا عملته فيك ده تحس على دمك بعد كده. وفي وقت الغدا بيتشي بتقعد جنب نانو اللي كانت بتاكل لوحدها، وكانت شايفه ان نانو مختلفه لانها مش زي باقي البنات اللي كانوا في علاقه مع ناناي. وبيتشي بتقول لها انها حاسه انها كانت متسرعه في الحكم عليها. ولما نانو بتسالها مبسوطه انك حامل بترد عليها وبتقول لها اه. وهنا بتقول لها نانو هو انت عايزه ناناي يكون مسؤول عن الطفل؟ بترد وبتقول لها لا، وبتتجاهل السؤال. وساعتها بتبتسم نانو ابتسامه شيطانيه. ولما كان ناناي بيستحمى بيحس بحاجه غريبه في جسمه، وبعدها بيروح مع لوكومهي في اوضه اللبس. ولما بتبص على ناناي بتصرخ وهي مرعوبه. ولما ناناي بيبص على نفسه بيلاقي بطنه كبرت وبيترعب وبيخرج وهو خايف ومستغرب. ولما كان ناناي في بيته كان لابس الجاكيت، ولما اهله سالوه انت لابس الجاكيت ليه؟ قال عشان انا حاسس اني سقعان شويه. وساعتها هو كان عايز يغطي بطنه بدل ما هي منفوخه كده. وبالرغم من ان الاكل اللي موجود كان الاكل اللي بيحبه الا انه لما جه ياكل كانت نفسه مسدوده وبيرجع. الله الله، مش حاسس انك دايخ كده وهرموناتك مش متظبطه يا عم ناناي بالمره؟ تاني يوم في المدرسه لوكيمهي كانت بتحكي لاصحابها اللي كان من ضمنهم جين على اللي حصل معاها امبارح مع ناناي. وناناي لما بيروح المدرسه كان مغطي بطنه بالشنطه وصاحبه كان مستغرب، وبيجي صاحبه يقعد جنبه وبيقول له مش هتعلق اي بنت قريب. وساعتها بيهز ناناي راسه بالرفض. ولما صاحبه بيطلع الاكل عشان ياكل وناناي بيشم ريحه الاكل بيروح مرجع على طول. ولما صاحبه بيقول له على حكايه ان بطنه بتكبر دي ناناي بيتعصب وبيقول له سيبني لوحدي وفي حالي دلوقتي بدل ما انفجر فيه. وبعدها بيروح الحمام وكان عمال بيبص على بطنه وكان مستغرب وحاسس باحراج شديد، خاصه لما كان بيتصور مع المصوره. وعشان المصوره كانت معجبه بيه بيطفي ناناي النور في اوضه تحميض الصور وبيقرب منها، لكن المصوره بتشغل النور غصب عنها. ولما بتشوف بطنه منفوخه كده بتصرخ وبتسيبه، وعشان كده بيفقد ثقته في نفسه بدرجه كبيره من اللي حصل. بيقرر يروح للدكتور عشان يطمن فيه ايه. الدكتور بيقول له هو انت عملت عمليات تجميل قبل كده؟ اصلك حامل يا ابني. ناناي بيقول له انت بتخرف تقول ايه يا دكتور انت؟ وبيزود كلامه وبيقول له انا راجل. بس الدكتور بيقول له انت عندك الاعضاء التناسليه الذكوريه والانثويه. وبيقول له انت حامل في بنوته حلوه بقالك 16 اسبوع ما شاء الله. وكان الواد مش مصدق اللي بيحصل لحد ما بيحس بركله من الطفله في بطنه. وكمان في المدرسه كان شكله عره، والمصوره هي كمان حكت عن اللي حصل واللي شافته في اوضه التحميض. وبيخرج ناناي وهو متعصب وبيخرج صاحبه وراه، ولكن ناناي بيزعق له وبيقول له انت ملموم على شله الرغايين دول عشان عايز تعرف اللي بيحصل مش اكتر. وصاحبه بيقول له طب قول لي انت في ايه وايه اللي بيحصل وانا مش هسمع من حد. ساعتها بيطلب منه صاحبه انه يروح للعياده، لكن ناناي بيفتح الجاكيت وبيقول له الحقيقه ان انا حامل. هنا كانت نانو ماسكه الموبايل وبتصور اللي بيحصل فيديو. ولما بيشوفها ناناي بتطلب منه انه يضحك ويبتسم من الكاميرا. وساعتها بيمشي من المدرسه، لكن الفيديو بقى مع كل واحد في المدرسه وكل الطلاب كانوا ماسكينه تريقه وسخريه. ومن هنا وحياه ناناي اتقلبت عليه بسبب اللي كان بيعمله ببنات الناس، وكان كل شويه عنده دكتور شكل. وكمان كان الكل بيتقرف منه بسبب انه بيرجع كل شويه. وبنشوفه واقف قدام المرايه وبيبص على بطنه. بعدها بتجيله رؤيه من البنات اللي عمل علاقه معاهم، وواحده منهم بتقول له انه ممكن يكون عيان، وواحده تانية بتقول له ياخد برشام منع الحمل زي ما كان بيقول لها لما كانت حامل، وواحده ثالثه بتقول له روح للمكان اللي انا عملت فيه عمليه اجهاض زي ما طلبت مني. وبعدها نانو بتظهر قدامه وبتقول له الف مبروك على البنوته الجميله وبتسيبه وبتمشي. وبيفوق بعدها من الكابوس ده ومن الخضه بيرمي اللابتوب بتاعه بعيد. وتاني يوم بيروح المدرسه ولابس جاكيت كبير عشان يغطي بطنه، وبيروح على الديسك بتاعه وبيلم حاجه، وكله كان عمال بيبص عليه وهو متضايق قوي. وكان صاحبه ماشي وراه ومش عايزه يمشي. وساعتها بتيجي نانو وبتتريق عليه وبتسخر منه وبتقول له ما خدتش احتياطاتك ليه زي كل اللي متجوزين. وعشان ما كانش قادر انه يتحمل كلامها بيمشي على طول وبيرجع على البيت. وساعتها كان بيتفرج على المجله وكان بيشوف صوره وهو اجمل شاب وكله معجب بيه. وساعتها كان عمال بيبكي واهله بيجوا وهم مش مصدقين ان ابنهم حامل. بس ناناي بيخرج وبيقول لوالده لو مش هتقول حاجه بيها هتقدر تقدم لي مساعده يبقى بلاش منه احسن. ساعتها والده بيقول له ازاي مش عايزني اتكلم في مشكله زي دي؟ انت لازم تسقط اللي في بطنك ده والا لا انت ابن ولا اعرفك. بيقول لوالده انا لما عرفت انك كنت في علاقه سريه مع السكرتيره ما اتكلمتش، وانت كمان اجبرتها انها تعمل عمليه اجهاض للحمل اللي حصل. ما تجيش بقى تتكلم معايا بالشكل ده انا كمان لان انا وضعي مختلف. والله يا ناناي يا حبيبي انتوا كلكم عيله زي الزفت. وبعد ما بيقول الكلمتين دول بيقفل على نفسه الباب وبيفضل يبكي. وعشان كده بيقرر انه يسيب البيت ويروح يقعد لوحده في اوضه مأجرها. وكان كل ما ياكل الاكل بيرجع، وكان متعصب وبيضرب بطنه لكن بيحس بوجع جامد. وكان بيبص على نفسه في المرايه وبيغني ابص الروح فجاه لقيتني حملت فجاه. وبيقرر انه ياخد اقراص لكنه بيرجعها، وبعدها بياخد كميه اكتر لكنه ساعتها بيرجع دم كتير. وكان بيحس بألم كبير قوي في بطنه وبينام في الحمام من الوجع. ولما بيصحى تاني يوم وهو يائس بيمسك سكينه عشان يدخلها في بطنه، وكان عايز يعمل كده خلاص لكن جرس الباب بيرن. وساعتها بيرمي السكينه وبيروح يفتح الباب.
بس بيلاقي اللي كان بيخبط مشي، وساعتها بيشوف بنت من المدرسه معاه وخارجه من البوابه دي، وبيبص تحت رجله بيشوف ورقه فيها سؤالين عن الحمل بتاعه، وكان السؤالين هما ازاي انت بقيت حامل ومين اخر حد عملت معاه علاقه. وهنا هو كان عارف ان اجابه السؤالين دول مع نان، عشان كده استناها بعد المدرسه وكان عايز يتكلم معاها وطلب منها يعرف هي عملت فيه ايه بالظبط، ولكنها بترد بنفس الكلام اللي كان بيقوله، وبترد تقول له احنا كنا بنتسلى وبتسيبه وبتمشي. ولما كان ماشي في الطريق بيشوف بيتش وكان ماشي وراه وهو متنكر، وبعدها بينده عليها وبيعتذر لها على كل اللي عمله، وبيقول لها انا دلوقتي فهمت غلطتي وعرفت ان قد ايه انا كنت وحش لما سبتك كده لوحدك. لكنها بترد عليه وبتقول له اصلا من ساعه ده ما حصل زمان وانا مش شايفه ان الغلط عليك انت بس، في الحقيقه الغلط علينا احنا الاثنين. لكن ناناي لما بيفوق بقى من العيشه اللي كان فيها دي بينكر كلامها وبيلوم نفسه، وكمان بتقول له انا مبسوطه من اللي انا فيه والقرار اني ما اجهضتش الجنين. وبعدها مسكت ايد ناناي وحضنها واتمنت له حظ سعيد ومشيت من قدامه وهي بتضحك. وبعدها بتروح بيتشي للعمليات عشان تعمل عمليه الولاده، والحمد لله العمليه بتتم على خير. وفي نفس الوقت بيقرر ناناي انه يعمل عمليه اجهاض، ولما بيروح هناك والدكتور بيديله الحقنه بيشوف نانو قدامه وكان في ايديها مشرط، وكانت بتهجم عليه بالمشرط لكنه بيقدر انه يقاومها، وكانت عايزه تعوره في رقبته، لكن كل ده بيختفي وبنعرف انه كان بيهلوس. وبعدها لما بيفوق بيلاقي الدكتور بيديله الجنين وبيقول له بنتك اهي. ناناي بيقول له انا قلت لك انا عايز اجهض الجنين، وبعدين ازاي وانا اصلا حملي كان مده قليله بس وما كملش 9 شهور. لكن الدكتور بيقول له لا انت حامل بقالك المده كامله ودي بنتك اهي. ولما ناناي بيقول له انا قلت لك انا عايز اتخلص من الطفل، الدكتور بيقول له والله اعمل كده لو انت عايز بقى. وفي البيت كان ناناي تعبان وعمال بيعاني من بكا الطفله، وكان بيفكر انه خنوقها يمكن يرتاح، بس ساعتها بيلاقي الطفله بص عليه وبتضحك، وهنا هو اتاثر قوي وفضل يبكي. وكمان بيلاقي ساعتها حته من هدومه اتبلت، وهنا بيعرف ان صدره بينزل لبن، وساعتها بيقرر انه يرضع البنت، وفعلا بيرضعها. وكان عمال بيبكي ومنهار من اللي بيحصل وانه كان بيفكر يقتلها. وبعد كده الباب بيخبط وبيروح يفتح وهو شايل بنته، وساعتها بتطلع نانو هي اللي كانت بتخبط، وساعتها بتبوس الطفله من راسها. وهنا ناناي بيقول لها انه هيتغير ويبقى حد تاني كويس، وبيطلب منها انها تبقى معاه بس مش اكتر. بس هي بتقول له انا جبت لك شويه حاجات الطفل هتحتاجها وعايز اعرف بقى انت اب جيد ولا لا. وساعتها بيتحايل عليها لكنها بتسيبه وبتمشي، وبتلاقي على الارض صوره ليها ومتشخبط عليها، لكنها بترمي الصوره وبتكمل طريقها. وكل ما بتمشي في حته بنلاقي صوره متعلقه على الحيطه، وكمان اخر صوره شافتها كانت صوره ليها وهي بتتكلم مع ناناي من دقيقه على الباب، بس الغريب ان وشها كان متخربش على الورقه. وبعدها بتلاقي شريط احمر بيطير وبينزل على رجلها، وعلى السطح اللي كانت واقفه فيه بتلاقي مكتوب على الحيطه اراء قريبه. ومن هنا بنفهم ان نانو مش بنت عاديه، وبنعرف انها تجسيد للكارما، والكارما دي هي عواقب للافعال اللي الواحد ممكن يقوم بيها. يعني عشان ناناي كان بيستغل كل البنات وبيخليهم يحملوا ويتخلى عنهم، جات له نانو اللي كانت بتمثل الكارما عشان تقدر انها ترد عليه نتائج افعاله اللي مش كويسه، بانه يتحط في نفس موقف البنات المساكين دول، ويا عيني المسكين راح خلاص. وبكده تكون خلصت قصتنا الغريبه العجيبه دي. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الجديد من فيلم جديد.